هانتوما البنات جبت لكم اللحسه الصحراويه الاصيليه، غزاله يا البنات، واحد المذاق ولا اروع. وحتى الا مبغاوش ياكلوها لكم ولادكم على هذا الشكل هذا بحال سلو، صوبوها ليهم على هذا الشكل البنات، صوبوها ليهم بحال الشكل ديال الكاطو، الحليوات الصغيورين، ديروا عليهم الشوكولاط والفيرميسيل ياكلوها لكم البنات. كتفتح الشهيه للوليدات الصغار والبنيات، عرفتي قسما بالله هائله والله. انا صاوبتها الصراحه على اساس ولدي. خديت هنا اللوز البنات، اي حاجه عندي هنايا اللوز وداكشي كلشي قليتو بوحدي في الدار. هنا رابعه كبيره ديال اللوز البنات، شديتها قليتها مزيان حتى تقلات صافي، وغادي نقلي حتى جنجلان. هانتوما البنات الكركاع حتى هو نقيته من داك، نقيته كل حبه نقيتها صافي البنات. نقيت هادشي والحمص هو مقلي، الشوفان حتى هو حمرته شويه في المقله، جنجلان، الصوجه حتى هي حمرتها قليتها، كاوكاو بالحق خديته مقلي صافي. هانتوما البنات هو اللوز مقلي، عندي الكركاع حتى هو رابعه، الكركاع حتى هو رابعه كبيره. هنايا النافع، عندي بودر الشيا حتى هي، بودر الشيا كاع ما قليتها. عندي الحمص مقلي، زنجلان تا هو محمر، كاوكاو تا هو مقلي، عندي الصوجه تا هي مقليه، وعندي الشوفان، خديت رابعه ديال الشوفان تا هو صحي. هادشي كلشي البنات صحي والله العظيم، لا خطيره. عندي نافع حبه حلاوه، وزرعه الكتان، الحلبه مدقوقه حتى هي، وإيلان حتى هو إيلان ما تحمروش البنات باش يتطحن مزيان، حيت الا حمرتوه كيبقى مهرمش كيبغيش يتطحن. انا كنت غنحمرو قالت لي ماما بلاش. هادشي اللي كاين البنات، هادو هما المكونات ديالنا، وكلهم صحيين وكلهم عندهم منافع للصحه وفيتامينات. الحلبه كتوكل، الصوجه حتى هي زوينه، هاد المقادير يعني كلشي شديتهم حمرتهم كيف قلت لكم وطحنتهم. هانتوما البنات كيفاش طحنتهم، جاوا بحال السليل، وشتو تطحنوا مزيان. ديتهم بالحق عند العطار ديتهم وطحنتهم مزيان باش ما يحش بداك الحبيبات وداك الشيء، ما مطحونش مزيان وما يبغاش ياكل صافي. خلطوا ليه بهاد النوتيلا، درتها كامله الصراحه البنات، عرفتي جا واعر الصراحه والله. ما تخافوش تقولوا زعما الحلبه ولا الريحه غتخرج فيهم، ما يهمكمش البنات. انا شفت ولدي ضعاف بزاف هاد الايام وكياكل غير السقاطي، حاجه الزنقه، تيبغيش ياكل ليا شي حاجه ديال الدار، والماكله قليله بزاف صافي. وانا نفكر قلت ندير ليه هذا في العوض ما نشري ليه. كنت ديجا شحال هادي شريت ليه السيرو ديال فتح الشهيه، والبنات بحال بغا يلعب ليه على مخه، فهمتيني، بغا يلعب ليه على راسو ولا كيتعصب ولا هذا. كنشربوا ليه غير مره واحده صافي الدري كيولي في شكل. وانا نقول من الاحسن ناخذ ليه شي حاجه اللي فيها الحلبه كتوكل، وشي الاخر كامل عنده فيه المنافع، اليلان مزيان العظام مزيان، الحلبه مزيانه كتصفي الدم ومزيان يعني كتفتح الشهيه. والكركاع واللوز حمص وجا كاوكاو، يعني راكم عارفين كلشي صحي. هادشي كلشي صحي وكلشي يعني غادي ينفعو لا الكبار ولا الصغار. حتى الا كنتي اختي، الا كنتي ضعيفه ولا كنتي باغا تغلاضي، ما ديري حتى شي حاجه من غير هادشي. ديري في العوض ما ديري سلو، غادي ديري هذا وتاكليه
البنه ديالو واعره خطير بحال سله حتى هو واعر. صافي البنات غنبدا نخلط مزيان، يعني خلاتها ماما قالت لي راه سله وزيد عليها نوطيلا وزدت عليه الحلبه والصوجه والحمص. سله ما كنديرش فيه الصوجه والحمص المهم درنا فيه داكشي اللي صحي. غادي نخلط هادشي مزيان، غادي نزيد مازال عندي هذا الخليط باقي في الميكا باقي مطحون. عطاتني كميه تبارك الله ما شاء الله، هي رابعه من الحاجه، وعطاتني كميه ما شاء الله لا باس بها. وما تبقى ديك الصوجه وداكشي راه خديت منه هي 10 دراهم 5 دراهم والله العظيم البنات. تقريبا هادشي كامل غتشوفوا الكميه اللي عطاتني نقولوا شي 200 درهم. هنايا ذوبت الزبده حتى هي ذوبتها ودرتها باش يجي الخليط هو هذاك، ما بغيتش ندير فيها صافي البنات. زدت واحد 2 معالق كبار ونص ديال الزبده اللي ذوبتهم باش يجي مزيان. هادشي اللي كاين البنات. وغادي نحرك المكونات مع بعضياتهم كاملين حتى ينسجموا مع بعضياتهم ويتلبسوا بداك الشوكولاط والزبده. صافي وغادي اللي غادي ندير في لي بواطه غنديرهم، واللي غادي نديرهم كويرات وغادي نلبسهم بالشوكولاط والفيرميسيل حتى هما غادي نديرهم، حيت غادي نخلي ليه نص هكا ونص هكا. هادوك اللي غادي يكونوا يعني بحال السفوف في السوبيره عاديين غادي ياكلون في الدار، وهادوك اللي غادي نديرهم ليه بالشوكولاط يعني على شكل حليوات صغار غادي يبقى يديهم معاه في اللانش بوكس ديالو للمدرسه. هانتوما البنات راه ما شاء الله الخليط عطاني ما شاء الله كميه كبيره والله العظيم. البنات في العوض ما كتمشيو تشريو بواطه 300 درهم ولا 5000 ولا شوفوا بشحال تيحسبوها ليكم وانتم ما عارفينش اشنو دايرين فيها، واش دايرين فيها دردك، دايرين فيها السيرو ديال فتح الشهيه، دايرين فيها الفاني، شي حاجه اللي غدور بالصحه ديالكم ما عندكم ما ديروا بها. حيدوا عليكم العكز ونوضوا صوبوا هادشي راه كاع ما كيتقام. ما تخافوش وما تبقاوش تخلعوا من الديبار تقولوا خصنا المكونات بزاف ولا حكا غادي نضيعوا الفلوس بزاف. بالعكس والله العظيم الا كطيح عليكم هاد المقادير 3 سوبيرات اللي كتباع كل وحده 300 درهم ولا 250 درهم كل وحده، يعني 250 درهم ولا 300 كيف قلت لكم كيخرجوا لكم 3 سوبيرات، 3 البواطات اللي كيتباعوا بحالهم كيتباعوا على برا وما عارفينش نتوما اشنو فيهم. كيغروكم المظاهر ديال انه فيهم اللوز الفوق والكركاع، يقدر لداخل ما عرفت اشنو فيهم يعني فهمتوني. والمذاق الله اعلم. يعني بنادم ما يشريش الحوت في البحر وما تياخذش لكم يعني ما كتاخذش لكم يعني بزاف ديال الوقت. ما كاين حتى شي حاجه اللي تاخذ لك الوقت بزاف ولا غادي ماشي مشكل، ما فيها باس كاع حتى خدات لك الوقت بزاف غتعرف راسك شنو كتاكل. شي حاجه اللي مصوباها بيديك ماشي بحال لا شاريها مزنقه ما عارفاش اشنو فيها تبقى تقول ليها اختي بصح واش طبيعيه ولا هادي. ليش خليها وسيرتو الا كنتي غتعطيها لوليداتك ما يعني ما تهاونيش وما تلعبيش بالصحه ديالك وديال وليداتك. هادشي اللي كاين البنات. كاينين حتى بزاف الناس يصاوبوا مزيان يعني بنادم طوب وحجر ما كتعرفيش فين من غادي تثيقي. هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات. وجات اهم شيء جات بنينه بزاف. نتوما راه كلشي نتوما كيبان لكم المكونات واش غادي تجي بنينه ولا ما غاديش تجي بنينه وكتجي خطيره وكتفتح الشهيه.
هنا البنات زدت واحد شويه ديال السكر كلاصي حتى هو زدتو، حيت مكونات كتار بزاف. وهديك القرعه ديال النوتيلا البنات كان مازال فيها، كان باقي فيها وتهرست، كتب عليها المكتوب وطاحت تهرست. من دقت الحلاوه لقيت هذا، لقيت باقا خاصه شويه ديال الحلاوه على حسب الحلبه البنات كتخلي المذاق ديالها، فهمتيني؟ كلشي زوين الا الحلبه اللي كتخلي المذاق ديالها. زدت شويه ديال السكر كلاصي صافي، ولا يعني ولا كلشي زوين. ما جاتش حلوه بزاف، جات حلوه بزاف اكثر من القياس، مي داك هرسنا ديك المروره ديال الحلبه، فهمتوني؟ هادشي اللي كاين البنات وجات زوينه. نسيت نقول لكم البنات واحد المعلومه، عندكم منين تكونوا كتنقيو داك اللان زريت الكتان وتكونوا كتحمروا الجنجلان واللوز وداكشي، داكم تخلطوا كلشي دقه واحده، من غير الا كانت عندكم الطحانه في الدار. كانت عندكم الطحانه اللي غطحنوا بها داكشي في الدار ماشي مشكل. وحتى هكاك من الاحسن، شوفوا من الاحسن تخليو اللوز بوحدو، الكركاع بوحدو، الجنجلان بوحدو، كاوكاو اي حاجه خليوها بوحدها، اي حاجه طحنوها بوحدها، عداو تلوحوا في بحال هكا في شي بانيو ولا في شي قصريه ولا شي حاجه لا تخلطوا فيها باش ما تلقاوش مشكل في الطحين. انا راه كنت غادي نلقى مشكل، لكن الحمد لله تداركت الموقف. مثال شوفوا البنات الكميه اللي عطاتني ديك هاد المكونات كاملين اللي درت. شوفي الكميه اللي عطاتني ما شاء الله. هذا بهذه الكميه راه ياكل فيها حتى 3 شهور، ما تخافوش من البنات، راه ما تتخسر ما حتى شي حاجه، ما فيهاش حاجه كتخسر. غتحتفظوا بالكميه اللي ما غياكلهاش في الثلاجه وما تباقي، يعني غيتكل عادي. والا ما كانوش عندكم وليدات هذوك اللي على شكل الحليوات، غادي تخليهم حتى هما في قريعه، تسدوا عليهم حتى هما في قريعه، يعني بحال الاخرين، بحال الجوج قرايع هادو. الا ما عندكمش وليدات، الا بغيتوا ليكم نتوما راه تاكلوهم عادي، يعني مع كويس داتاي وتاكلوهم عادي الوقت اللي بغيتو، ودوروا تاكلوا عرفتي غزالين. وحق الله العظيم تقدروا تزيدوا حتى ل5 كيلو في الشهر، عرفتي واعرين الصراحه. غير هما كولوهم، هما غيوكلوكم ملي يفتحوا لكم الشهيه، كولوا ماشي يجيكم الجوع وما تاكلوش. هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى ان شاء الله شو على من يرجعوا غزالين. دابا انا هادو نبقى نصيفطهم لولدي مع المدرسه في اللانش بوكس ديالو، نبقى نديرهم ليه هكا، كيدي مره كيدي شي حاجه هكا حلوه، اللهم كيبغي الشكلاط ولا هذا، اللهم نديرهم ليه همايا. وهذه راه يبقى ياكل منها في الدار. هادشي اللي كاين. دقت منها جات كتحمق البنات غزاله، عرفتي كنت غنكحلها، قلت لماما انا غادي بالي غادي انا اللي غادي نكحلها، غادي نولي كي البرميل اللي بقيت ندور ناكل منها. دقت منها عجبتني. وحتى وليداتكم الصغيورين، حتى ولدي الصغيور عطيتهم منها، عنده عام و4 شهور، حتى هو عطيتهم. صافي كنوريكم البنات دابا الشكيلات، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها.